عليكم. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين وكل شي زوين ان شاء الله يا ربي الحنين. اخباركم؟ كل شي تمام ان شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين. انا تاخرت في التهنئه، لكن الصراحه اش غادي نقول لكم، واش غنقول لكم ونبدا لكم. اليوم بغيت نشارك معاكم الاجواء اللي عشت نهار المباراة ديال المغرب وبلجيكا. فعشت واحد النهار ما قدرتش نصور التليفون، ما قدرتش نشدو باش نصور. عشت واحد الجو ديال الرعب والخوف. النهار ما طال وانا والخلعه طلقي مني، والخلعه طلقي مني، والخلعه طلقي مني، النهار كله وانا الخلعه طلقي مني. كنغني اغنيه تاع الخلعه طلقي مني. اش غنقول لكم الاحباب؟ هذاك النهار قررت انا ما نتفرج، حيت انا ما كنتفرجش في الكره. كنخاف على الاعصاب ديالي، وكنخاف على حيت ملي كنتوتر وكنتعصب كنحس بواحد الحاله التوتر. ما كنبغيش الاخبار قلت لكم اللي فيها القتل والاجرام والضرب وهاد الاشياء اللي كتخوف. كنحاول ما امكن نتهرب منها. ما كنقدرش نشوف ديك الاجواء اللي كتكون مشحونه. صعيب الصراحه. هذاك النهار درت برنامج وقلت ما غنتفرجش وما غناخدش التليفون، حيت الا هزيت التليفون وبقيت كنشوف فيه غادي نمشي ندخل تلقى راسي كنتفرج، وانا الصراحه ما بغيتش نشوف شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم احباب، قلت اش غندير غنوض نطيب ليا واحد الاكله توحشتها، شحال هادي ما درتهاش. هكا نشغل راسي ونسى الموضوع ديال شي حاجه سميتها مباراه ولا المنتخب لاعب. فقلت يلا معليش. المهم مشيت كان طيب، والمباراة الوقيته ديالها بدات وكنسمع السقيل. الدنيا ساقله، ما كاين الصمت، كاين غير الصمت. وانا طبعا كيف قلت لكم ستريسيا. الغدا شويه كان غيتحرق، والله العظيم كان غيتحرق ليا. ما عقلت على حتى حاجه، ما عقلت عليها. كنمشي ونجي، ومره نقول الخلعه تلقي مني. دابا باقا كنخربق. المهم باقا الان دابا في ديك شويه كنسمع الغوت. حنا قريبه لينا واحد القهوه قريبه لنا، تما كان مين كنجيب الاخبار. شويه كنسمع واو الغوت. قلت صافي هادو داروا بيتسجلوا. شويه تاني دغيا كنسمع السقيل. قطعوا الصمت. عاوتاني حتى انا سقلت. المهم شويه دارت تاني بقيت ويجي الاصابه الثانيه كنسمعها من القهوه والناس كتغوت. هذه اتصلت عليا اختي قالت لي راه سجلوا، بغيت نطمنك، خفتك كنعرفك كتبقاي مخلوعه وهذه، فانا كنطمنك راه المغرب سجل اصابه. هنا شويه بديت كنرتاح وما كنرتاحش، كنقول غيتعادلوا غيفوتوا فيهم. المهم كندي وكنجيب، والله العظيم الا لا اله الا محمد رسول الله. صافي بغيت نصور ليكم ما قدرتش، حالتي حاله ما قادرش نصور وما قدرتش اصلا. ما قدرتش ندير حتى شي حاجه، حتى
حتى قلت لكم الغداء الماكله تحرقات ليا شويه، يعني ما تحرقاتش بزاف، ولكن من داك التوهان ديالي حتى المره الثالثه كنسمع تاني ديك القهوه كتنوض قلوع قلوع الغوت. قلت المهم بقاو كيغوتوا، قلت انا عاد عرفت بانهم فازوا، ولكن ما عارفاش فازوا بشحال من هدف ولا كيفاش فازوا، ولا ما عارفه حتى شي حاجه. ورغم ذلك قلت خليت نشوف الشارع شويه، طليت من الشجره وما كيبانوا لي الطوموبيلات كيكلاكسونيو، ما يبانوا لي الناس. هذه الوقيته اللي نسيت فيها انا الصراحه الغاز محلول على الماكله ديال الوقيته اللي كان تشميت الريحه ديال الحرق، عاد مشيت طفيت، المهم كليت داكشي الفوقاني. فاش غادي نقول لكم الاحباب، شكرا للمنتخب، شكرا المغاربه، شكرا لكم، فرحتونا، الله يفرحكم، وكنقول فيفا موروكو، وتحياتي الولاد موروكو، وشكرا المراركة فين ما كنتو. الله يوفقكم ان شاء الله، وحنا في انتظار ان شاء الله الفرحة ديال نهار الخميس باش نتأهلوا على الدور اللي من بعد. وانا الصراحه هاد الاجواء اللي عشتها في المباراة ديال المغرب وبلجيكا كنت عشتها في 86. كانت عندي الوالده الحاجه الله يعطيها صحيحتها، كانت في كلينيك اسبوع، هي في كلينيك وخرجت مع النتيجه. وعندي الحاجه كيف قلت لكم محبه الكره ومحبه الاخبار، عندي واحد الوالده تموت على الكره. وكنت شفتها في 86. ب 86 كانت كطير بالفرحه، وكانت انا باقي ديك الساعه ما عنديش المام ما كنتسوقش الكره بحال جده، وفعلا حتى جده. جدتها هي الله يرحمها، هي كانت ما نقولش لكم كانت تموت على الكره، وخاصه كانت كتسمي تيمومي بالطيمومي. جده كانت كتقول تيمومي الطيمومي، كان زكي تيمومي عزيز بودرباله. المهم وهذاك العام ديال 86 كان المغرب هو اول دوله افريقيه وعربيه كتنتقل من الدور الاول للدور الثاني. فاش غنقول لكم كانت فرحه كبيره. انا كنت كنشوف، ولكن ما كنتش مستوعبه ولا كنحس يعني بداك شنو هي القيمه ولكن نهار الحد مع بلجيكا رجعت بيا الذاكره وعرفت كيفاش الناس كانوا كيفرحوا ورغم ما كانوش هذيك الوقت العيالات بزاف كيهتموا بالكره، ولكن انا الوالده عندي الوالده وجده كانوا مشجعين صراحه ديال المنتخب، كيعاودوا على 82 على السبعينات على المهم. باختصار ما نطولش عليكم، فرحنا وفرحة الوالدة، فرحنا كاملين، يا ربي تديمها فرحة وربي تحفظهم. وعاش الملك ثم عاش الملك، ويا ربي تحفظ هاد البلاد من كل شر، ويا ربي تفرحنا وتفرح المسلمين كاملين اللي ناويين نية مزيانة، الله يوصلوا ليها، الله يفرحوا، واللي فراسو العجب ولا شي حاجه خايبه تا هو الله يهديه. المهم تحياتي للمغاربه والمراركه فين ما كانوا، وان شاء الله يا ربي نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وبربوحه ان شاء الله، و كوبا دي بوندو
ماروكو. كوبا دي موندو هي يا ولاد ماروكو. هاد الاغنيه راه كنغنيها راه 24 ساعه قبل ما يبدا المونديال وانا كنغنيها وباقي ما حفظتهاش، باقي ما حفظتهاش كامله. المهم احبابي، شكرا لكم مره اخرى، تحياتي لكم كاملين. موعدنا ان شاء الله الى بغى الله ان شاء الله نهار الخميس، الا قدرت نسجل لكم الحاجه والوضعيه كيفاش كتفرجوا كيفاش عشنا هذا، ان شاء الله نحاول. مع ان هي باقا مريضه يلا خارجه من كلينيك، فإلا ما قدرتش إلا ما صورتش لكم عرفوني راني ما قادراش. حتى وانا في حالة الفوز، في حالة في أي حالة ما كنقدرش. النهار اللي كنتفرج في المنتخب ما كنكونش كنتوتر. المهم بلا ما نبقى نقر نحول لكم عينيكم بالنظر. باي باي، إلى اللقاء إن شاء الله يا الأحباب.